بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم عندي في القناة. ان شاء الله يا ربي تكونوا مزيانين نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم البنات كيف كتشوفوا جيت نشارك معكم هاد ميني محنشات باللوز. كيجيو الصراحه مزيونين البنات وراقيين في الشكل ديالهم، وحتى في المذاق صراحه كيجي فنيون. كيجي مع غادي نعملوا فيه اللوز اللوز يعني غادي نقليوه وغادي نخلطوه بالكراميل. صراحه كيعطي واحد المذاق رائع البنات. كنتمنى انكم تجربوهم ان شاء الله يا ربي ونالوا الاعجاب ديالكم باذن الله. وقبل ما ندوزو للمقادير البنات كنقول للبنات اللي عاد انضموا للقناه ديالي مرحبا بكم وشكرا لكم على الثقه ديالكم. ان شاء الله يا ربي يكون عن حسن الظن ديالكم. وبالنسبه للبنات اللي اول مره يشوفوا القناه ديالي كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك ولايك وخليوا لي التعليقات ديالكم. صراحه التعليقات كيشجعوني وكيخليوني نعطي الجديد دائما. ان شاء الله يا ربي البنات نكون عند حسن الظن ديالكم باذن الله ونجيب لكم الجديد باذن الله. ودابا البنات ندوزو للمقادير. بالنسبه للمقادير البنات ديال هاد المحنشات غادي نستعملوا 400 غرام ديال اللوز. انا استعملت غير 400 غرام، وممكن نتوما طبعا على حسب الاحتياجات ديالكم. غادي نحتاج مع هاد 400 غرام غادي نحتاج 150 غرام ديال السكر، مغرفه كبيره ديال الكراميل. ممكن تعوضوها البنات بالكليكوز اولا بكونفيتور، ممكن تعوضوا المهم اي حاجه. هذا كيساعد باش تجينا ديك الحشوه ديالنا كتجي معلكه. وصراحه الكراميل كيعطي واحد النكهه مزيونه ديال اللوز مع الكراميل، كيعطي واحد النكهه صراحه مزيونه بزاف. صافي البنات وغادي نستعمل مغروفه كبيره ديال الزبده الدائبه صافي، ومع نص معلقه صغيره ديال القرفه. غنستعمل مسكه حره، غادي نستعمل غير نصف ديال هاد الساشيه البنات حيت عندي كميه قليله. وغادي نستعمل المزهر اللي غادي نجمع بها هاد العجينه ديالي ديال اللوز على حسب الخليط. غادي نبقى نزيد بشويش حتى تجمع لي اللوز ديالي مزيان. صافي البنات وغادي نستعمل طبعا الورقه. انا كنستعمل هذه ديال الشناوه، صراحه هذه مزيونه كتساعد صراحه في الخدمه. كنستعملها في مملحات وفي حتى في هاد المعسلات، صراحه كتجي مزيونه بزاف. كتجي صراحه كتساعد يعني في الخدمه، سهله في مطيعه وما كتقطعش. صافي وغادي نستعملوا اخر حاجه هي العسل طبعا باش نعسلوا محنشات ديالنا. واللوز هنايا عندي اللوز كونكاسي اللي غادي نزوق به المحنشات ديالي. صافي البنات هادو هما المقادير. ودابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. اول حاجه البنات غادي نعملها هي غادي نعمل هاد اللوز ديالي في الماء طايب. هاد الماء طيبته وزولته نبوطه البنات. اللوز باش يجينا مزيان ما خصناش نسلقوه، يعني خصنا غير نغليو الماء ونطفيو عليه عاد نعملوا اللوز. صافي البنات غادي نعمل اللوز ديالي في هاد الماء طيب وغادي نخليه 5 ديال الدقائق، ماشي بزاف. صافي غنخليه 5 ديال الدقائق صافي ونرجع باش نقشره. صافي البنات من بعد ما دازت 5 ديال الدقائق كنجيب انا هاد المغروفه. ممكن البنات تبردوه وتقشروه، انا كنجيب غير هاد المغروفه على هاد الشكل هذا. كنبدا نهز بشويه صافي وكنبدا نقشرو، ما كيكونش سخون بزاف. شتي البنات غير 5 ديال الدقائق كافيه انه يتقشر لنا وكيبقى هكذا ابيض، ما كيوليش شفاف، ما كيشربش الماء. صافي البنات غادي نكمل هاد اللوز ديالي كامل بالتقشر ونخليه ينشف مزيان، عاد كندوز باش نقليه. صافي البنات ها هو اللوز ديالي من بعد ما نشف كيجي على هذا الشكل هذا. صافي غادي نعملو يتقلى في الزيت بارده. هاد البنات باقي ما شعلتش عليها بوطه. غادي نعمل اللوز ديالي هو الاول، عاد كنشعل عليه البوطه باش يتقلى لي مزيان البنات ويطيب، يعني يتقلى مزيان من داخل ومن برا. صافي البنات غادي نخليه نتسنى عليه حتى يبدا يتحمر. صافي عاد نزولو. صافي البنات ها هو اللوز ديالي كيف كتشوفوا، ها هو بدا كيتحمر على هذا الشكل هذا. صافي البنات هذه هي زعما المستوى ديال التحمير اللي بغيت انا.
صافي دابا غادي نزولو من الزيت باش ما يتحرق ليشي. كيف قلت لكم البنات فاش كنعملوا الزيت بارده واللوز فيه مباشره كيتقلى لنا هذا اللوز مزيان، كيتقلى من برا ومن داخل وكيجي مقرمش. اما لا عملناه والعافيه سخون والزيت سخون كيتلهف غير من برا البنات، كيتحمر غير من برا ومن داخل كيبقى رطب. صافي البنات ها هو اللوز ديالي من بعد ما زولته من الزيت وخليته حتى برد واستقطر مزيان من الزيت. نشفته بهذاك الميكس هذا خليته تنشف مزيان. صافي دابا غادي ندوز باش نطحنو. او بالنسبه للطحينه البنات غادي نطحنو جوج ديال الطحنات. غادي نطحنو الطحنه الاولانيه غير اللوز بوحديتو، والطحنه الثانيه غادي نزيد عليه السكر. صافي البنات ها هو اللوز ديالي كيف كنشوفوا ها هو تطحن. هذه غير الطحنه الاولانيه كيف قلت لكم البنات. دابا غادي نزيدو السكر وغادي نزيد نطحنو. نخلي شويه اللوز اللي باقي لي اخر. صافي البنات هذا هو اللوز ديالي من بعد ما طحنته كيجي على هذا الشكل هذا. كيف قلت لكم البنات ضروري خصو يتطحن مزيان باش ما يعذبناش ملي نكونوا كنشكلوا المحينشات ديالنا يبقى يتفرتت. صافي دابا غادي نزيدو باقي المكونات. اول حاجه البنات غادي نعمل هي غادي هذيك نحاول نطحن هذا المسكه الحاره. غادي ناخذ شي ورقه بنات بحال هكذا، غادي نعمل غير النصف ديالها. صافي بركه. وغادي نعمل معاها شويه ديال السكر غير باش ما تلصقناش هاد المسكه في هاد الورقه. صافي ونحاول نضغط عليها بالقاع ديال الكاس. صافي البنات كتطحن على هاد الشكل هذا. غادي نضيف اللوز ديالي وغادي نضيف هذيك المغروفه ديال الكراميل ونضيف المغروفه ديال الزبده مذوبه صافي. وغنضيف المغرفه نصف معلقه صغيره. مغاديش نعملو كامل البنات لان عندي كراميل كما قلت لكم. خصني نحتفظ بالنكهه ديالو باش ما تغطيليش النكهه ديال الكراميل القرفه عفوا على الكراميل. صافي البنات وغادي نشبرو ونعجنو هاد اللوز هذا. نحاول نعجنوه بيدنا ونبداو نزيدو الماء زهر بشويه بشويه حتى تجمع لنا الخليط. صافي البنات ها هو اللوز ديالي من بعد ما جمعته مزيان بهذاك المزهر ودلكته مزيان. ضروري البنات خصو يتدلك باش ملي نكونوا كنعملوا حريبلات باش نشكلوا المحينشات ديالنا ما يتفرتتناش. صافي البنات ودابا حاجه اخرى اللي غادي نحتاجو الزبده مذوبه باش ندهنوا الورقه ديالنا. وغادي نحتاجو المزهر فيه واحد المغرفه ديال الطحين باش نلصقوا الجوانب ديال المحينشه. بالنسبه للورقه ديالي البنات انا ها هي فين هي قسمتها على 3 على هذا الشكل هذا باش ما تجينيش ورقه بزاف وتجيني في الورقه بزاف في المحنشه. قسمتها على 3. بالنسبه للورقه ديال المغرب فاحنا كنقسموها على 4 باش كتجي كما قلت لكم ما كتجيش غليظه. كنقسموها على 4 وكناخذوها مثلث على هذا الشكل هذا وكنعملوا الحريبلات في الراس اللي واسع طبعا وكنلويوها. بالنسبه لي انا هنا عندي مستطيله يعني غادي نعملها على هذا الشكل هذا طولي. صافي البنات وغادي نجيب هاد الحشوه ديالي ديال اللوز وغادي نحاول نعملها حريبلات تطوين هذا الشكل هذا. كنشوفوا البنات عندنا ميزاننا على حسب القياس ديال
من الاحسن كما تعملوا الطريقه نفس الطريقه اللي كنعمل انا. كنحط الورقه حدايا، عاد كنعمل حريبل بحال هذا صافي، وغادي نعملو فوق الورقه. خصنا ضروري البنات يبقى لنا هاد الجنب هذا خاوي وهاد الجنب هذا خاوي باش نلصقوا الورقه صافي. وغادي نجيب ندهن الورقه ديالي بالزبده صافي، وغادي نبدا نلوي. غادي نبداو نلويو البنات هاد المحيشه ديالنا، وحنا كنزيرو الجنابات كاملين البنات. هاد الشكل هذا حنا كنزيرو، تجي كامله مزيره. ما تزربوش عليها البنات باش تجيكم مزيانه صافي. ملي كنوصل للاخر كنحاول نضغط عليها على هاد الشكل هذا البنات صافي. وكنبدا نجمع الجنب هذا، كنجمع ونزير. كنخدم بجوج اليدين كنزير بهم، واحد كندور به واحد كنجمع به على هاد الشكل هذا. كنتمنى البنات يكون الفيديو واضح. على هاد الشكل هذا صافي. وبالنسبه للجنب كنجيب هذاك الطحين اللي فيه الطحين المزهر صافي، وكنلصق. نحاول نضغط عليها مزيان باش تلصق لنا. وهذه هي المحنشه ديالي البنات، كتجي على هذا الشكل هذا. حاولوا ضروري هذه حاولوا معاها لانها كتبقى تدار ولكن بعد كتلصق صافي البنات. غادي نكمل هاد المحنشات ديالي. غادي نجيب ورقه كما الطريقه الاولانيه، وغادي نشكل كما قلت لكم كنحط حدايا هي الاولانيه، عاد كنشكل حريبل صغير على هذا الشكل هذا صافي. وكندهن الورقه ديالي بالزبده وكنبدا نجمع ندور هاد المحنشه على هذا الشكل هذا البنات. وانا كنجمع وانا كنزير، ضروري نزيرو باش تجينا المحنشه معوضه الشكل ديالها مزيون على هذا الشكل هذا البنات. صافي في الاخر كنضغط عليها على هذا الشكل هذا وكنبداو ندورو. واخا اوكي اوكي على هذا الشكل هذا صافي. وكنجيب الطحين وكنجمع به الجوانب على هذا الشكل هذا البنات.
صافي البنات، هذه هي المحينشات ديالي من بعد ما كملتهم. كيف كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل هذا. صافي البنات، وانا عملت لهم هذه الحيله هذه باش ما يتحلوليش في الفران. خشيت فيهم هاد لي كوردون هذا هنايا. كيف كتعرفوا المحينشات صراحه كيعذبوا في هاد التلصيقه هذه، فكيبقاو يتحلوا. فانا عملت لهم هاد لي كوردون هادو باش ما يتحلوش، وميم طون حتى في الطياب ما يتحلوليش. صافي البنات، دابا غادي ندخل هاد المحينشات ديالي الفران على درجه حراره 200 درجه. وقبل البنات غادي ندهنهم شويه، بعدا غندهنهم بشويش بالزبده، غير شويش من الفوقي باش تجيني ديك الورقه مقرمشه. صافي البنات، غادي ندخلهم كيف قلت لكم الفران مشعول من فوق ومن تحت على 200 درجه. كيف شفتوا البنات، فحنايا اللوز قليناه، يعني ما يحتاجوش بزاف ديال الوقت. غادي غير يتحمروا لي شويه هاد المحينشات صافي ونخرجوهم. صافي البنات، ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا الطريقه اللي غادي نعسلوا بها هاد المحينشات ونذوقوهم. صافي البنات، هادو هما المحينشات ديالي من بعد ما طابوا كيجيو على هذا الشكل هذا. واخا بعض منهم البنات كاين اللي تفتحوا شويش، ولكن ماشي مشكل. بالنسبه للطريقه ديال التعسيل البنات، بالنسبه لي انا كنعمل العسل البنات في هاد البلاستيكه على هذا الشكل هذا، وكنعسلهم هنايا. هاد كما قلت لكم البنات، هاد المحينشات من بعد ما طابوا زولتهم من اللاطه ديالهم، لان اللاطه ديالهم كتكون فيها الزيت من تحت، حيت كيطلقوا الزيت شويش. صافي عملتهم في لاطه واحده اخرى وفوق هاد الورق ديال الزبده باش نعسلهم هنايا. عندكم الاختيار البنات، تقدروا تعسلوهم بحال هذا الشكل هذا اللي نعمل انا. كنعمل العسل هنايا وتكون بارده البنات، ما كنسخنوها ما والو. المحيشات ديالي يكونوا سخونين. ممكن عاوتاني اللي كيعجبو يجيو معسلين بزاف، انا بالنسبه لي ما كيعجبونيش يكونوا معسلين بزاف. صافي كيشبروهم وكيعملوا العسل في شي زلافه وكيغطسوهم في الزلافه وكيخليهم تيتعسلوا، عاد كيزولوهم ويعملوا تستقطروا شويه. كما قلت لكم انا الطريقه اللي غادي نعمل، تبعوا معايا وتشوفوا الطريقه اللي غادي نعمل. غادي كما قلت لكم عملت العسل هنايا صافي، وغادي نقطع شويه، كنحاول ندور عليهم غير شويش ديال العسل على هذا الشكل هذا صافي، ونخليهم حتى يشبر فيهم العسل. عاد كنزولهم ونعمل نزوقهم باللوز ونعملوهم في الصحن ديال التقديم. صافي البنات، ها هما المحينشات ديالي شربوا العسل على هذا الشكل هذا. كنخليهم حتى كيبردوا ويشربوا العسل مزيان. صافي دابا غادي ندوز باش نعملهم في هاد الكويرطات هادو. من الاحسن البنات تعملوهم في شي كويرطات باش كيبقاو هذا ما كيتلصقوش مع بعضياتهم. صافي، وغادي ندردر شويش ديال اللوز كونكاستي على هذا الشكل هذا. ممكن تعوضوا هذا اللوز كونكاستي باللوز ايفيلي. صافي البنات، غادي نعمل هاد المحينشات ديالي كاملين في هاد الوريقات على هاد الشكل هذا صافي، وغادي نزوق شويش بهاد اللوز.
وهادو البنات هما المحنشات ديالي، كيجيو على هذا الشكل هذا. يجيو البنات صفنين صراحه ومقرمشين ومعسلين ما شاء الله. واخا البنات كنعملوا ديك الطريقه كنعسلوا مع من فوقي كيجيو معسلين. وكما قلت لكم البنات اللي يبغيو شاربين العسل بزاف اكثر من هيدا فيجيب زلافه كبيره ويعمل فيها عدس ويغطسهم فيها ويخليهم حتى يشربوا العسل على خاطرهم. بالنسبه لي انا هكذا بركه كتعجبني تكون فيهم غير ديك اللمعه ديال العسل صافي، ويجيو شويش فيهم معسلين ما يجيوش بزاف. وصافي البنات هادو هما المحنشات ديالي كيف قلت لكم كيجيو راقيين البنات وكيجيو فنين ومقرمشين. وحتى ديك اللوزه البنات كيجي فنيون ما شاء الله مع كنقليوه وكنجمعوه بهذاك الكراميل صراحه كيجي مزيون بزاف. وبالنسبه للبنات اللي بغاو يحتفظوا بهم لمده طويله فعندكم جوج ديال الطرق البنات. ممكن تحتفظوا بهم قبل ما تطيبوهم، يعني تدخلوهم مجمد ويعني تعزلوهم على بعضيتهم ضروري صافي. وتتبغيو تحتاجوهم عادك طيبوهم وتعسلوهم. والطريقه الثانيه هي انكم تطيبوهم بحال هذا الشكل هذا صافي، تعملوهم شي بواطه تكون ديال بلاستيك طبعا وتكون ما كتدخلش الهواء صافي، وتدخلوهم عاوتاني الفريغو. من الاحسن يعني تفرقوا بيناتهم بهذاك بالبلاستيك الغذائي باش ما يتلصقوش مع بعضيتهم صافي. وملي كتبغيو تحتاجوهم كتجبدوهم قبل صافي البنات كتبقى ديك الورقه مقرمشه ما كتبرد ما والو. ملي كتدخلوهم فريغو فكتبقى الورقه مقرمشه وكتبقى مزيونه صراحه. وان شاء الله يا البنات تجربوهم باذن الله وينالوا الاعجاب ديالكم. وان شاء الله البنات نشوفكم فيديو جديد في امان الله والسلام عليكم.